فعلها زيدان ووضع لنفسه إمضاء في دفتر الكبار. هو سابع من نال الكأس الأغلى كلاعب ومدرب. الكأس 11 في تاريخ الملكي وجدت نفسها راهنة لقبضة مدلل فرنسا. زيزو الذي جاء منقذا لبلانكوس بعد بنيتيث قالوا عنه سابقا إن عوده لا يزال طريا ليتحمل ثقل ريال مدريد، أنه لن يكون ذاك الصارم وسط كوكبة من النجوم. عقد انضمام واحد منهم إلى ريال مدريد ميزانية لأحد النوادي في أوروبا. زين الدين زيدان علم بأن كريستيانو يحمل مفاتيح أي مباراة، فأعاد له الثقة التي سلبت منه على يد بنيتيث لتعود ماكينة الأهداف البرتغالية إلى سابق عهدها. زين الدين زيدان وكما كان لاعبا يسجل بطريقة لا تأتي على الخاطر أو البال، جاء بفكر جديد. مسيرته التكتيكية كانت ثورة على المسلمات، حيث منح أدوارا واسعة لمن هم في الكواليس، فكانت النتيجة سلسة في اللعب. زين الدين زيدان تميز عن سلفه في تدريب الميرينغي بدعم الجماهير المدريدية التي وصفت النجم الفرنسي بالأسطورة. زيزو كذب كل التكهنات بفشله في المباريات الأولى، وأهدى لعشاق الملكي انتصارات متتالية جعلتهم على مرمى حجر من الليغا، وأهدتهم محبوبة الجماهير صاحبة الرقم 11. الآن زين الدين زيدان فعل ما لم يكن منتظرا منه، فماذا سينتظر المدرب المتوج من إدارة الملكي؟ أهو دعم وتمديد للعقد الذي جاء في ظروف استثنائية، أم أن ريما ستعود إلى عادتها القديمة في البحث عن مدرب آخر حسب ما جادت به كواليس الصحافة الإسبانية؟